شاهدنا تشكيله السعوديه امام البولندا الان قبل بدايه المباراه، وشفناها ايضا قبل بدايه الارجنتين. صحيح انه كان في اختلاف في الاسماء، ولكن لكل مباراه لها ظروف. انا لازم في حاجه معينه خاصه بالاجناب، اجناب الملعب للمنتخب السعودي الدفاع نوعا ما بيعاني. الجهه اللي فيها سعود ما تقلقش منها، عاوزين نستنسخ سعود بقى الناحيه الثانيه. هو جرب بين غيره، يعني هو لاعبه الشوط الاول باك يمين وده شمال. راح المنتخب البولندي هاجم منين؟ هاجم من الجهه اللي ما فيهاش سعود. فدي مشكله. الاجناب يفتقد الفريق لياسر الشهراني، يفتقد الفريق لسلمان الفرج. مفيش حد دلوقتي حتى الان بيقوم بالدور اللي بيقوم بيه سلمان، لا يعوض. فدي مشكله عند المنتخب السعودي خاصه في وسط الملعب. يفتقد لصناع اللعب اللي هم يقدروا يودوا المهاجمين في ثانيه بالتمريرات. دي برضو مشكله لانه نوعيه اللعيبه مختلفه. هو جرب نواف في بعض الاحيان بس مش في المستوى اللي احنا عارفينه عنه. فمش الفاعليه، لازم نزود كميه الفرص، ما احنا بنزود. التوفيق ممكن في بعض الاحيان يغيب عنك، انما هي قدرات. صحيح. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. انا ما اقدرش اطالب بالمهاجمين اقول له يبقى ياسر القحطاني، يبقى زي سامي الجابر. هي قدرات، هي امكانيات. بس خليك زي ما انت والتوفيق هيجي لك. سالم الدوسري امكانيات كبيره قوي وعنده شخصيه كبيره، ما يهمكش ان انت ضيعت ضربه جزاء. انت تقول لنفسك انا ضيعت ضربه الجزاء ليه؟ اعيد تاني ضربه الجزاء. هو رايح متردد، رايح متردد، مش عارف يشوطها شمال ولا يمين. لازم وانت رايح لضربه الجزاء تاخد قرارك، ما تاخدش القرار في النص، ما تمشيش خطوتين وتبص وتشوف الجول هيبقى فين. خليك حاسم، 1 2 3 طق، 1 2 3 طق. انما تستنى وتعمل دي، احنا طبيعنا كعرب ايوه لا نجيد هذه التكنيك. بس معلش، في لاعب عاوز ينفذ ركله الجزاء هو مش عارف هيحطها فين. ايوه في بعض. صارت معاك؟ انا ده احساسي اللي وصل. صارت معاك؟ لا اذا كان يعتمد على حركه الحارس. هو في مدرسه من اللاعبين يستنى حركه الحارس ويلعب عكسها عشان يتخذ القرار. انا بص هنا، هو راح 1 2 وخد خطوه شويه. تشيزني موه اداله الفنت الحارس المرمى تشيزني انه هيروح شمال وراح يمين. شوف بص هنا، واحد استنى شويه عطلته فلقى الجول عكس اتجاهه نوعا ما. احيانا بتحصل احيانا، انما انا اجيد المدرسه بتاع ضربات الجزاء يا طارق 1 2 3 طق شمال او يمين. تستناش تعمل لي فيها جورجينيو، تعمل لي فيها العديد من اللاعبين. هو التكنيك ده انا لا ما بحبوش. بانيكا يا كابتن صعب. ياسر قال لي حطها بانيكا وبتاع، قلت له لا، الجو ملتهب، الجو نار، حط. هو زيدان الجو مولع. جو مش زيدان هو. ولا يهمك ضربه الجزاء كل الناس بتضيع والجمهور لا يرحم. بعض الفلسفات في عمليه تنفيذ ركله الجزاء يلومك الجمهور ما يرحم. على فكره مش فلسفه. نعم معلش يا سالم هتعبك معايا. ونركز على سالم الدوسري، مش عبد الاله المالكي ولا البليه. تركز على سالم الدوسري بيشاور فين. وانت تبغى توقف قول عاوز اوقف. ماشي. اولا احنا بنلعب بالبيلد اب. البيلد اب بدا من ناحيه الشمال. عشان تفك الضغط ده انت جمعت 5 6 لاعبين من المنتخب البولندي ناحيه الشمال. الطبيعي ان انت تغير اللعب الناحيه اليمين. 5 6 لاعبين بيضغطوا كويس وضاغطين كويس. هنا ايوه اقف هنا. شوف سالم الدوسري بيشاور على مين؟ على الظهير. بيشاور على عمري. نعم. اللي الناحيه الثانيه. لان عبد الاله المالكي يلعبها له. ايوه عبد الاله المالكي مضغوط قريب من ليفا. معاك ان هو الكنترول وحش، وهو راس مال اي لعيب وسط ملعب ان هو الكنترول ويبقى كويس، الباص والتسليم والتسلم يبقى كويس. انما ايه مين اللي ما يعملش المشكله دي؟ البليه. صح. البليه هوب غير اقلب الناحيه الثانيه، اقلب الناحيه الثانيه. وكلمه ثانيه للبليه عشان انا بحبه على المستوى الشخصي. هو مدافع قوي وسريع وكل حاجه، بس النهارده هو ما كانش مركز في الكوره. اي واحد ركز بره الكوره. اي واحد بشكل عام. بشكل عام مش الكوره واحده يعني. لا بشكل عام. مركز قوي مع ليفا بره الكوره. اخطاؤه كتير وسرحانه كتير. انا متابع المباراه وانا هنا اهو، وخاصه الشوط الثاني.
معظم الشوط الثاني ليفا لوحده وهو عاوز يروح بالكره ويزيد. الحاجات دي ما يشوفهاش المشاهد، انا اشوفها. فلما يكون هو يركز في الكوره بيبقى افضل كتير قوي قوي. ما تبحثش عن حاجه بره الكوره، خليك مركز في المهاجم اللي قدامك. نعم. عشان تقدر تقلل من اخطائك ويبقى البيلد اب بتاعك سريع، وهو عنده امكانيات كبيره ولما يكون جميل. مركز وبدون اخطاء. وهو واحد من اللاعبين الخبره ايضا في المنتخب طبعا. السعودي، وشارك في العديد من المباريات اكيد. يعني البلاهي يعني عنده ستايل معين، عنده طريقه معينه اثناء وجوده مع المنتخب ايضا. وعشان نعم. تسجل هدف يا طارق لازم تكون هادي، وفي هدافين بالفطره، وفي حراس مرمى مميزين زي كان يوم النهارده تشيزني، هو كان يومه. بس في بعض الكرات لازم اللعيبه تبقى اذكياء. الاثنين الشهري وفراس يعني بتحس ان هم محتاجين 4 5 فرص او 6 فرص عشان يجيب جول. انت بتلعب في كاس عالم، يعني اشباه الفرص تحولها لاهداف. صحيح. ممكن امكانيات لاعبين والمدرب مش خطته او مهمته يوصل الفريق للثلث الاخير، الثلث الهجومي، ويصنع له الفرص. مش هينزل بقى هو يحط الكره في الشبكه. طبعا. في بعض الاحيان يعني زي دي معموله حلوه قوي، معموله حلوه قوي، انما وضع جسمه ما تخليهاش تشوطها هنا، تشوطها في البعيده. دي امكانيات تفاصيل التفاصيل، والكره في الاول وفي الاخير توفيق. ليه مثلا هنا رحنا شمال ويمين وحركنا الكره كويس، والشمال واليمين والتسديد في بعض الاحيان ممكن تحاول، انما يبقى عندك الثقه. وزي ما بقول الهداف بيبقى عمله صعبه. عمله صعبه ليه؟ لان هو بيخلق لنفسه المساحه وبيخلق لنفسه صحيح. التشريح الجسماني عشان يحط الكره على صعب على المدافعين او حراس المرمى. وبعدين في معظم الكرات العرضيه يا طارق تلاقي المهاجمين السعوديين مسلمين نفسهم للمدافعين البولنديين. ما فيش واحد فيهم بقى يعني زي ما بقول كده ذكي يسرقه، لا، مسلمين طيبين. بنفك لغه القدم كده، طيبين مسلمين. فالطبيعي الكره ما تحبش الطيب ولا المسالم، تحب المكار والذكي، ويخلق لنفسه المساحه اللي فين بيروح المدافع راح على القريبه اروح انا على البعيده. دي حاجات كلها اعتقد ان هي غابت النهارده عن الشكل الهجومي، انما كالاداء مميز قوي. البيلد اب حلو. نعم. وسط الملعب بيطور، بتوصل كتير، بتصنع فرص، بتسجل، بتشوط، بتحصل كره القدم. كأنه ارجوك فكر في الاحتراف. كلام هيزعل الناس اللي موجوده، انما اللعيب عشان يتطور لازم يحترف، وخاصه في اوروبا. صحيح. عشان يطور نفسه على المستوى الفني، على المستوى البدني. في 3 4 عناصر هنا لو اتيحت لهم المجال الاحتراف بره، نعم، اعتقد ان الامور هتبقى مميزه.